تفتكر العقد اللي ظهر في فيلم تايتانيك حقيقي ولا لأ؟ بيقولك القصة بتبدأ لما الكابل كيت وهنري راحوا رحلة على متن سفينة تايتانيك. كيت كان عمرها 19 سنة وهنري 38. كان متجوز وعلاقته بكيت كانت سرية، وهربوا سوا على أمريكا علشان يبدأوا حياة جديدة. وعلشان يثبت لها حبه، هنري أهدلها العقد الجميل اللي ظاهر قدامك ده. لكن للأسف هنري كان من ضحايا غرق تايتانيك، لكن كيت نجيت هي والعقد، وانتهت قصة الحب تحت أعماق المحيط. طب السؤال دلوقتي، يا ترى العقد ده فين؟ في أخبار بتقول إن العقد موجود في واحد من المتاحف، لكن المؤكد إن كيت باعته علشان تسدد ديونها. وفي سنة 1998، يعني بعد سنة من إصدار فيلم تايتانيك، تم عمل نموذج طبق الأصل لعقد الهارت أوف ذا أوشن، المستوحى من قصة كات وهنري، وتم إهدائه للمطربة سيلين ديون اللي غنت الأغنية الشهيرة لفيلم تايتانيك. وتقدر ثروة العقد ب1,400,000 دولار.